ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا وصفة النهاردة وهي وصفة المزاج، وانا بقول ان هي وصفة المزاج لان مش كل الناس بتحبها. في ناس حرفيا بتحبها وبتعشقها لدرجة ان هي بتروح مخصوص الاماكن اللي هي بتعملها فيها، وناس تانية ما بتطيقش حتى ان هي تشم ريحتها. هنعمل النهاردة الكوارع في البيت للناس اللي بتحبها، وهنخليهم ان هم ياكلوها في البيت، ما ياكلهاش برا تاني. اهم حاجة في الكوارع ان احنا نختار الرجل القدامانية من الذبيحة. الرجل الامامية بتكون محملة شوية زيادة عن الرجلين الخلفية. تاني حاجة واهم حاجة ان احنا نغسلها كويس جدا جدا، لان الكوارع بيكون فيها مادة جيلاتين، والجيلاتين ده حاجة لزجة بتمسك فيها كل حاجة. يعني الشعر من الذبيحة بعد ما بينضفها او بيسلخها بيمسك فيها بطريقة صعبة جدا جدا ان انت تنضفيها. هتقولولي ليه انت فاتحة الحنفية وانت بتغسلي؟ هقولكوا علشان اتأكد واطمن ان اي حاجة انا بشيلها مادة لزجة او اي شعر او كمان اي تراب او اي حاجة ما تمسكش فيه باقي الكوارع اللي معايا. اهم حاجة بعد ما اغسلها انقعها في شوية مية وملح وكمان ليمونة، وحابين ان انتوا تضيفوا خل مفيش مشاكل. هنقعها قد ايه؟ هنقعها نص ساعة بس مش اكتر. تاني حاجة، في ناس كتيرة بتقول ان الوصفة دي بتطلع ريم كتير قوي. هنعمل ايه؟ وكمان بتعكر معانا الشوربة. هنكون مجهزين مية سخنة وبتغلي، مش سخنة بس، لا بتكون كمان بتغلي. بعد النص ساعة اللي نقعنا فيها الكوارع هنضيف الكوارع في المية اللي بتغلي بدون اي اضافات. لو حابين ان انتوا تضيفوا معاها اي مطيبات علشان تخلي ريحتها حلوة، زي الكرفس او اللورة حبهان او اي حاجة، مفيش ابدا اي مشاكل. مش هنديها اكتر من غلوة واحدة بس او غلوتين بالكتير. ليه؟ علشان ما تطلعش معانا الدهون او مادة الجيلاتين اللي فيها، اللي بتعمل الشوربة وبتساعد ان هي تكون شوربة الكوارع تتكون معانا. وبعد كده لما نيجي نحطها في المية النظيفة، المية النظيفة مش هتكون معانا شوربة ابدا. فعلشان كده احنا هنديها غلوتين بس، وبعد كده هنخرجها من المية اللي احنا غليناها، وبعدين هننزل عليها مية جارية من الحنفية علشان تساعد ان هي تخرج معانا اي ريم خرج منها وهي بتغلي. في نفس الوقت هنكون مجهزين مية سخنة في حلة نظيفة على النار علشان نعمل معانا الكوارع بتاعتنا. بنحطها ما بتاخدش اكتر من نص ساعة، وبعد كده بنهدي النار. ما نهديهاش قوي، لا نخلي النار بتاعتها على نار متوسطة تستوي براحتها. هي من الحاجات اللي بتاخد وقت طويل قوي قوي في السوا، يعني ممكن تاخد معاكي من 2.5 إلى 3 ساعات على نار متوسطة. كل ما المية بتنقص بنزود مية سخنة بتغلي. انا ضفت عليها بصلة، حبهان، وورق لوري. الملح والفلفل الاسمر ما ضفتوش قبل ساعة ونص من ان انا ضفتها في المية اللي بتغلي. بعد كده ممكن ان احنا ناكلها بشوربة وهي متقطعة فيها قطع صغيرة زي ما بيقدموها في المطاعم. ان هي بعد ما تبرد ان انا اخليها من العظم واقطعها قطع صغيرة واقدمها في الشوربة بتاعتها. في ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها بالصلصة. الصلصة بتاعتي عملتها ان هي بصلة مقطعة مكعبات، معلقة زيت، بصلة مقطعة مكعبات. اول ما البصلة دبلت معايا نزلت بمعلقة كبيرة من الثوم. بعد ما تشوحوا وتسبكوا معايا نزلت بكوباية من الطماطم. بعد ما اتسبكت معايا الطماطم ضفت عليها شوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسمر، لان انا هضيف شوربة من شوربة الكوارع. بعد ما اتسبكت معايا الطماطم ضفت عليها قطع الكوارع. لو انتوا حابين ان انتوا تقسموها نصين، نص في شوربة ونص في صلصة، مفيش ابدا اي مشاكل على حسب رغبة افراد الاسرة. هنضيف الكوارع وهتاخد معانا نص ساعة على في الصلصة بتاعتها علشان تتسبك، وبعد كده انا ضفتها في الفرن علشان تاخد معايا وش متحمر.
ما بطولش عليها في الفرن علشان ما تنشفش الجلد او القشرة الخارجية من الكوارع. عملت معاها كمان الطشة بتاعتها اللي هنزلها على الرز بتاعي، والطشة دي عبارة عن توم، طماطم، خل، ملح، وفلفل اسمر. بسيبها تتسبك، والخل اول ما بضيف الخل ما بتطولش على النار، وبعد كده بطفيها علشان الخل ما يكونش لازع معايا. عملنا كمان جنبها شوية رز ابيض. شايفين الكوارع وجمالها وحلاوتها؟ حرفيا الاشخاص اللي بتحبها مش هتبطل ان هي تاكلها في البيت لو اتبعتوا الطريقة دي. وانا ما طلعتش ولا معلقة صغيرة من الريم بعد ما اتخلصت من الريم في الغلوة الاولانية، وبعد ما اديتها تشطيفة كويس جدا جدا في المية الجارية. جربوا الوصفة دي وهتدعولي ان شاء الله، وشكرا للمتابعة.